السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين بفيديو جديد، وان شاء الله باذن الله هاخدكم النهارده جوله في مدينه 15 مايو في منطقه الاسكان الاجتماعي. لو انت جاي من على الاستراد او جايين يعني اي وسيله بعربيه يعني وعايزين تخشوا المدينه، هتدخلوها ازاي؟ هتيجوا من الاستراد بين الجبلين، هتيجوا وانتوا ماشيين يعني بصوا بين الجبلين اللي هناك دي. شايفين الطريق ده بين الجبلين كده، احنا خلاص عدينا بين الجبلين بقينا على الاستراد. في دخله كده بتدخلكم لجهاز مدينه 15 مايو. هتخشوا من الدخلة ديت، وهتفضلوا ماشيين على طول لحد ما يبقى في ظهركم دار مصر، وبعد كده هتخشوا على الطريق العمومي. كان في حد في الكومنتات كاتب لي مبروك عليك الصحراء وان الدنيا فاضيه وكده. عايزه اقول لكم انا كنت في الاول كنت برضو قلقانه من الحوار ده، بس لما جيت قعدت هنا حرفيا لا، في هنا يعني كل حاجه موجوده. ويعني كل سوق يعني كل منطقه ليها سوق، والسوق ما شاء الله بيبقى شغال كويس. فهو يعني تحس ان الدنيا هدوء شويه، مفيش اصوات عاليه. هي اصلا عامه مدينه 15 مايو مدينه هاديه. وعايزه اقول لكم ان دي الهدوء ده حاجه حلوه مش وحشه يعني. فمش عشوائيه ومش ما فيهاش تكاتك، ما فيهاش اللي هو باع جائلين كتير او كده. بس هو برضو في ناس برضو بتعدي بتروسيكلات، بتبيع برضو حاجات يعني ايه، بس دوت قليل اول لما بيجوا. تمام. فهو لا الموضوع بصراحة يعني هتشوفوه دلوقتي. انا هحاول اصور لكم المدينة كلها. انا اصلا كنت يعني انا البنات كانوا عندنا زهقانين، فقلنا ننزل يعني نفسحهم شوية بالعربية كده يتمشوا شوية يعني. فقلت طبعا نزلت بقى بالمرة، فقلت لجوزي بقى ايه انا عايز اصور يعني ايه المدينة، وكمان ان احنا يعني لسه ناقلين جديد. فانا مش عارفة برضو يعني عايزين ناخد فكرة يعني. بص المكان دوت اللي هو ال- اللي هو الطريق اللي هو الاقليمي اللي هو الاوسطي. مش عارفه انتوا عارفين ولا لا، بس هو كده اسمه طريق الدائري الاوسطي. تمام. لو انتوا جايين من عنده هتخشوا من الدخله ديت، هتدخلكم برضو على الاسكان وهتدخلكم عند دار مصر وكل حاجه. حبيت بقى ايه اوريكم الاماكن اللي انا عارفاها، واحنا كمان يعني نستكشف الاماكن اللي حوالينا وكده. بصوا انتوا كده احنا لحد دلوقتي كده لسه ماشيين، دول ماشيين على طول لحد ما توصلوا لدار مصر. كل ده الطريق بين الاستراد لحد ايه المدينه جوه. بصوا هنا دي ما شاء الله لسه بقى عماير بتتبني ويعني ايه. انا عايزه اقول لكم ان المكان ده مثلا بعد كذا سنه هيبقى حاجه تانية خالص. يعني ما شاء الله في مولات وفي حاجات كتير بتتبني فيه ايه يعني ما شاء الله يعني حقيقي. يعني يعني في المستقبل هيبقى حاجه كويسه جدا. اه طبعا طبعا يعني في مشكله برضو في المواصلات شويه. بس لا برضو المواصلات هنا يعني يعني اتأقلمنا عليها. وبعدين اللي هنا عايز يقعد في الاسكان هو لازم عربيه. طول ما انتوا معاكم عربيه الموضوع سهل جدا. مواصلات لا الموضوع صعب شويه. بصوا اللي على ايديا اليمين ديت اللي هي دار مصر، اللي هو كومباوند دار مصر. تمام. هو يعني هي نفس يعني تبع المشاريع اللي هي زي اسكان اجتماعي واسكان متوسط والكلام ده كله. بس هما هنا بيبنوا عليه يعني سور، وليه يعني ايه بوابات وكده. دي البوابه رقم 2 اللي انا عديت عليها. في بوابه تانية بس انا ما عدتش عليها على الاستراد يعني. فاسمه دوت فبقول لكم بقى في موضوع المواصلات دوت. هنا في حاجه يعني ايه، في ميكروباصات وفي ميني باص وكده، يعني في ناس كتير بتوصل وكل حاجه. بس يعني مثلا لو انت عندك مشوار مثلا 7 هتنزل 6:30. يعني لازم شويه زي شويه تقف يعني تستنى الطريق يعني او تستنى المواصله بتاعتك. غير طبعا في وسط البلد الاماكن طبعا والمواصلات حاجه تانية. المواصلات بتبقى اصلا واقفه بتحمل ومستنيه وكده، لا هنا العكس. بس والله عايزه اقول لكم يعني المكان هنا كويس وفي ناس ويعني وفي جوامع وفي كنيسه برضو. وفي وفي مدارس كتير ما شاء الله. يعني هم هنا مهتمين بالمدارس والحضانات. فلا يعني بصراحه يعني المكان كويس، ولو عايزين تعيشوا فيه يعني بنسبه 60% في عمار وتعيشوا فيه مرتاحين جدا. بصوا احنا كده لحد دلوقتي من ساعه ما دخلنا من عند بوابه الاستوراد مسكين الشارع على طول. اللي على ايدينا دوت دار مصر. هنا بقى الدخله اللي هتدخلنا للطريق العمومي اللي هو بتاع يعني ايه الاسكان الاجتماعي. الاسكان الاجتماعي هنا متقسم لايه، متقسم منطقه اسمها ال50 فدان، منطقه اسمها 90 فدان، منطقه 120، منطقه 290. يعني كل منطقه ليها اسم. فاليافطه اللي فاتت دي يعني هي بتعرفكم ان انتوا هتخشوا يعني دار مصر يبقى في ظهركم. هتخشوا بقى على طول بعد اليافطه ديت على طول في الشارع دوت. يعني انتوا ما انتوا ماشيين دخلنا شمال وهنفضل ماشيين، ده الشارع العمومي بتاع بتاع الاسكان كله يعني دوت يعني قلب الاسكان. بصوا بقى هنا في اليافطه ديت مقسمينه لكم بقى بالاسهم عشان تبقوا عارفين انتوا عايزين انهي اتجاه وهتمشوا في انهي حته. دلوقتي انا هخش اوريكم اللي هو السوق بتاع ال50 فدان. السوق بتاع ال50 فدان انتوا بتخشوه بعد ما يعني عند الصينيه ديت بتخشوا كده يمين في شمال. يعني هنخش شمال الجيده على طول. تمام. بصوا اول ما تخشوا كده هتلاقوا المبنى دوت ده اسمه الجهاز او الحي ده اللي انا عملت فيه تراخيص الحديد بتاعت الشقه هنا.
تمام. بصوا بعد ما بتعدوه كده بتلاقوا هنا في سوق. اي نعم السوق ده مش شغال قوي يعني، بس يعني هو في في حد بتاع مطعم يعني فول وطعمية، وفي حد بتاع سوبر ماركت. وفي الظهر بقى بتاعه ما شاء الله بقى يعني مليان اكتر، في جامع عبارة، في صيدلية، في منظفات، في بتاع واحد بتاع سباكة كنا بنشتري برضو منه حاجات. في ما شاء الله واحدة فلاحة كده بتقعد اللي هي الجبنة القريش والبيض والحاجات البلدي يعني الفلاحي وكده. فلا هو حلو بصراحة يعني في عمار يعني. فده كده السوق بتاع ال50 فدان. تمام. بصوا بقى احنا كده خلاص هنلف وهنرجع زي ما جينا بالظبط، يعني هنرجع تاني علشان نطلع بقى ايه على على الشارع العمومي. الشارع العمومي ده اللي هو ايه، اللي هو قلب الاسكان عامة يعني ايه. اي في الشارع دوت الميكروباصات والاتوبيسات وكل حاجه بتعدي منه. وانتوا ماشيين بقى بتقول مثلا عايزه انزل المنطقه كذا، هما بينزلوا يمين وشمال، انما ده يعني الاتجاه او السير الرئيسي بتاع الاسكان. هو دوت الشارع العمومي اللي احنا طالعين له دوت. تمام كده. احنا كده خلاص دخلنا من الشارع العمومي، كان في ظهرنا دار مصر، احنا دخلنا يمين. احنا هرجع تاني والف من اول الدخله بتاع دار مصر عشان تبقوا فاهمين انا ماشيه ازاي. انا كده في ظهر دار مصر، وكده هخش على ال اللي هو بقى الطريق العمومي اللي هيدخلنا على بقيه الحاجات واحنا ماشيين. بصوا بقى كان في حد بيسالني ليه اسمه دوت يعني انت واخده شقه مش في اعلان 14، ومش بالتشطيب اللي هي العماير البيضاء في مقلمه في كحلي او بني ديت. وكنت بقول لهم لا، بيقولوا انت زي عماير قديم وانت اعلان 14. بصوا يا جماعه هنا في المدينه هنا، بصوا هنا عماير عادي اللي هي السيموني ديت، وقدامها عماير من اللي هي متخططه اللي هي او المقلمه دي اللي هي الجديده. فمش شرط ان انتوا اعلان 14 لازم تاخدوا في نفس العماره بنفس الشكل. هنا بيخصصوا في اي حته في اي مجموعه. بصوا الاتوبيس دوت اللي هو 343 ده، عايز اقول لكم بيودي من اول الاسكان لحد العباسيه. فدوت لو عايز اي مواصله يعني اي حاجه هتطلعك بره المدينه، ده الناس كلها بتركبه، وده بصراحه يعني هو الاساسي هنا. وانما ميكروباصات في ميكروباصات كتير بتودي حلوان عادي يعني. ومن حلوان انت بقى بتروحي مثلا المترو بتركبوا اللي انتوا عايزينه. فبقى مرجوعا لكلامنا كان بيقولي ليه مش ليه اعلان 14 ومش واخده في العماير المخططه. هنا بص كلهم يعني قصاد بعضيهم، مره تلاقي ساده ومره تلاقي مخطط. فمش هينفع طبعا لما يجيلك التخصيص تقولي لا انا عايزه اخد هنا وما اخدش هنا، اشمعنى وما اشمعناش. فهي بيجيلك التخصيص على حسب ما بيجيلك، ما فيهاش كلام يعني. بصوا ده ملعب كده بملعب كوره اسمه اللي هو الملعب الثلاثي اللي هو في منطقه ال50 فدان. تمام. ده برضو وانتوا ماشيين على الطريق كده هتلاقوه. فهنا ما انتوا ما بتنقوش، ما ينفعش تختاروا تقول لهم لا او تعترضوا. هنا في تخصيص بينزل، قبلتوه ما قبلتوش الشقه بتروح عليكم على طول. فانا قلت بقى مش فارقه كده كده يعني، مش فارقه الشكل معايا على قد ما انا فارقه ان انا يعني استلم الشقه على خير باذن الله. بصوا كده في بقى هنا نادي اسمه نادي الامل. عايزه اقول لكم برده هوديكم يعني هخش حد عنده تشوفوا برده المنظر عامل ازاي. عايزه اقول لكم النادي ده كويس يعني، هو لسه ما فيهوش اشتراكات او عضويات، بس هو هناك ما شاء الله عامل كاراتيه، جمباز، خط عربي، يعني رسم، حاجات دي كلها تقريبا عامل اشتراك اي حاجه ب100 جنيه يعني. هو حلو ان الاطفال تروح تطلع فيه طاقه يعني. وبرده ساعه العيد بيبقى جايبين برده العاب وحاجات زي كده. برده انا جيت في مره في عيد في برده زي العاب وكده بتلعبوا بيه يعني، الاطفال بيفرحوا فيه يعني. وفي حمام سباحة برضو وتعليم السباحة يعني جوه وكده. فدوت موجود فين؟ ده موجود في ال50 فدان. وقدامه على طول في سوق كبير برضو، يعني بيخدم على المنطقة كلها. بصوا هنا في مسجد وفي سوق، ده في وشه على يعني في وش النادي على طول. لو انت مثلا جاي النادي وعايزه تجيبي حاجة من السوق هتلاقيه يعني قريب منكم على طول. تمام. احنا كده فين في ال50 فدان. كده بقى خلصنا النادي وخلصنا السوق. هنرجع تاني وهلف وهرجعكم تاني للشارع العمومي اللي احنا كنا جايين منه اصلا. انا بقولك كده ليه؟ عشان مش عايزاكم تتوهوا مني. يعني هو شارع عمومي اساسي واحنا بنخش منه يمين وشمال. بفرجكم الاسواق اللي موجوده هنا في المنطقه يعني. وفي نفس الوقت برضو انا بعرف الاسواق اكتر، وبشوف مثلا هنا في بتاع يعني مثلا ايه. ان اتفاجئت النهارده ان احنا عندنا 2 فرن في المنطقه. فيعني ايه يعني انا واحده واحده بتعرف على حاجه معاكم يعني، فاهمين قصدي. بصوا بقى احنا كده راجعين تاني يعني، لسه ده مش الشارع العمومي، احنا كده طالعين على الشارع العمومي علشان خاطر نكمل يعني ايه نروح بقيه الاسواق التانية وكده. شايفين انتوا الشارع اللي بالعرض ده اللي العربيات رايحه فيه وجايه من فيه، ده هو ده اللي بقولكوا عليه. كانوا برضو عاملين لجنه هنا اللي هو اعرف لجنتك وكده عشان الانتخابات. بصوا بقى احنا كده طلعنا الشارع العمومي تاني. تمام. بصوا في حاجه في مدرسه هنا اسمها مدرسه عمار بن ياسر. ديت ما شاء الله على الطريق العمومي يعني. لو مثلا انتوا حد هنا، دي مدرسه لغات يعني اللي هو رسميه اللي هي لغات، اللي هو لو حد بيدي علو تجريبي او كده هتبقى يعني ايه بالنسبه لكم جنب البيت على طول.
قريبه والله من كل حاجه، من 120 ومن ال50 وال90، يعني يعني ايا كان انتوا فين هيبقى بالنسبه لكم يعني قريب. انا عايزه اقول لكم المنطقه هنا كلها يعتبر جنب بعضيهم. بصوا هي دي المدرسه اسمها عمار بن ياسر الرسميه لغات. تمام. بصوا بقى انتوا لما تخشوا بقى هنا هتلاقوا في مسجد. هنا ما شاء الله في كل منطقه عاملين مسجد، بصراحه دي حاجه كويسه جدا. بصوا بعد ما بتلاقوا المسجد في كده مبنى، انا مش عارفه ده بصراحه بتاع ايه يعني او وظيفته ايه هنا، بس يعني ايه برضو هتشوفوه دلوقتي معايا. اسمه مركز الكفاله الوطني. انا بصراحه مش عارفه يعني ايه الخدمه اللي هم بيقدموها، بس يعني لقيته موجود يعني واكتشفت ان هو موجود هنا النهارده يعني. بصوا بقى هنا في برضو هنا بتاع منظفات، بتاع كفتة تقريبا او كباب، اسمه كافيه، يعني في كذا يعني في كذا حاجة يعني في المنطقة. بصوا برضو انا هحاول الف لكم برضو من ورا كمان عشان خاطر تشوفوا يعني بقية السوق. بصوا هو في محلات طبعا مقفلة وفي محلات شغالة يعني. بصوا هنا في برضو سوق ورا، سوبر ماركت برضو ايه شغال فاتح ورا يعني. تمام. بصوا انا كده يعني دخلت من جنب السوق وهحاول الف ان انا ارجع تاني للطريق العمومي. يعني انا كده بلف دايره كده حوالين نفسي، تمام، عشان متلخبطوش معايا. بصوا احنا مش لسه سايبين دلوقتي المسجد، احنا كده هنلف يعني هرجع تاني من المسجد من الناحيه التانية، يعني من ظهر المسجد. تمام. شايفين بقى المسجد قدامي هناك اهو، والمدرسه خلاص اهي، يعني دي نفس المكان لسه داخله منه وموريكم اليافطه بتاعته. انا كده لفيت لفه حوالين المسجد ورجعت ايه تاني عشان اطلع على الطريق العمومي. طيب بصوا بقى هنا اشهر مكان او اشهر سوق في الاسكان هنا اسمه سوق بشندي. ده سوق بشندي ده فين؟ في ال120 فدان. هو اكتر سوق لما تروحي فيه تلاقي فيه كل حاجه حرفيا محتاجاها موجوده هناك. واكتر يعني دايما تروحي صبح بالليل نص يعني وقت الفجر، اي وقت تروحي ما شاء الله تلاقيه شغال وتلاقي الدنيا هناك ايه حيويه وكده. فدوت اشهر سوق، وده يعتبر ان انا بشتري بصراحه منه وحاجته كويسه برضو. وفي نفس الوقت ايه يعني إيه هو برضو جنبي شويه يعني يعني برضو ايه بمشي له حبه بالعربيه، بس يعني يعتبر إيه مش بعيد ان انا انزل اجيب منه حاجه الشهر او حاجتي في اسبوع او كده. بصوا احنا كده من الشارع العمومي دخلنا يمين بعد المدرسه، وهتخش بقى ايه تاني شمال في يمين. تمام. انت على فكره لو سالته بس قلت فين سوق بشندي، يعني كل الناس هي مشهور جدا هنا في المنطقه. تمام. بصوا بقى ما شاء الله عليه يعني ايه في فرنة، في مسجد، في صيدلية، في سوبر ماركت، في 2 سوبر ماركت او 3، في بتاع فراخ بتاع سمك، في فرنة بتاعت العيش الافرنجي، في حد بتاع حدايد وبويات وسباك، يعني في هو واحد حدايد وبويات وسباك وكل حاجة. شفت هو فول بشندي هو دوت يعني اتسمى بالاسم دوت عشان هو يعني ايه اقدم حد هنا. المسجد برضو بلال ابن رابح دوت جنبه على طول. تمام. جنب بقى السوق والمسجد في حضانة كبيرة وراهم اسمها حضانة الفؤاد. برضو ديت يعني اسمع الناس بتقول عليها برضو كويسة، بس بصراحة ما جربتهاش لسه يعني. بصوا انا برضو كده بلف حوالين المسجد والسوق. تمام. وبحاول برضو اطلع على الشارع، على الشارع العمومي. تمام. يعني عشان برضو متلخبطوش معايا، يعني انا كده لفيت لفة دايرة كاملة حوالين السوق بالمسجد، وبحاول ان انا ايه اطلع خلاص من الشارع دوت عشان خاطر اطلع لكم على الشارع العمومي. فخلاص كده لفيت يعتبر وخلاص طلع على الشارع العمومي يعني. لو تلاحظوا بقى هنا في ال120 فدان، لو يعني شايفين كده قصدي ما شاء الله اطفال كتير ماشيين، اولياء امور كتير ماشيه، في ناس كتير بتشتري من السوق. يعني تحسي هنا ما شاء الله اكتر حته الدنيا فيها عمار، ناس كتير ماشيه يعني عربيات. يعني مش مهجوره الدنيا يعني زي ما انتم متخيلين، او مثلا ما فيهاش حد او كده. لا ما شاء الله يعني الاسكان هنا مليان. فعايزه اقول لكم يعني انا لو بحمد ربنا ان انا استلمت تحت هنا في الشارع ده. ان انا لو كنت استلمت في النرجس فوق، حرفيا يعني النرجس اسمع ان هي منطقه مقطوعه، ما فيهاش عربيات، ما فيهاش مواصلات، ما فيهاش اي حاجه. فهنا يعتبر انا مستلمه في وسط الناس المستلمين من زمان خالص. فيعتبر المكان هنا عمران يعني وفي كل حاجه. بصوا بقى بعد ما بنطلع كده من عند سوق بشندي، في بعديه بشارعين كده سوق تاني لسه بيتبني، بس دوت يعني لسه ايه ما مش مخلص يعني، او ما فيهوش محلات فاتحه او حاجه. بس هو يعني ايه لسه تحت الانشاء. بس سمعت برضو ان هما بيحطوا يعني هي بنوا فيه زي حضانه وسوق. متخيله برضو لما السوق دوت يفتح يعني هيبقى المكان هنا برضو حيوي، لان المكان ده قريب جدا من بشندي. يعني فرق مثلا نصيتين او شارعين يعني او 3 شوارع. فبرضو يعني ما شاء الله 120 دي يعني حيويه جدا وفيها ما شاء الله ناس كتير. لو تلاحظوا الشكل الحضانة ديت
والمحلات اللي جنبيها نفس يعني نفس الشكل دوت بيتبني جنب كل العماير اللي هي الحديثة، اللي هي المقلمة في بني ديت، بيبقى بنفسهم نفس السوق بنفس يعني نفس الديزاين بتاعهم بنفس الحضانة. فتقريبا ديت الحاجات دي يعني لسه جديدة مع المباني اللي بتتبني الجديدة ديت، اللي هي المفروض ان اعلان 14 هيستلم فيها. بس عايزه اقول لكم يعني دولت المفروض في ناس كتير استلمت في الاعلان ال 14، بس الاعمار اللي هنا دي محدش استلم فيها لسه، او هي لسه تحت الانشاء. يعني بصوا انتوا لو تلاحظوا احنا واحنا ماشيين على الشارع بشوف كانوا لسه يعني يعتبر مفيش من كذا شهر كانوا لسه بيبنوا فيها وبعد كده محروها، فما اعتقدش ان في حد ساكن فيها يعني او استلم. يعني بصوا لسه في عماير كمان حتى بالمحاره لسه ما حدش ما اتبيضتش اصلا يعني. فما اعرفش بقى دول تبع النرجس هيتسلموا علينا 14 ولا هو بس نفس التصميم والشكل. بصوا الحته اللي طالعه فوق دي طلعت النرجس تمام. بس انا طبعا مش هطلع فوق في النرجس، انا دلوقتي هوريكم ال 290 فدان. انتوا دي خلاص احنا كده خلصنا لاخر 120 فدان. هنفضل ماشيين كده هتلاقوا زي جبلين كده كبار اسمهم بين الجبلين. بعد ما بنعدي بين الجبلين ده بيبقى خلاص احنا كده في ال 290 فدان، ودي بتبقى اخر منطقه في الاسكان الاجتماعي يعني. عايزه اقول لكم بقى هي جوه ما شاء الله ال 290 فدان دي انا دخلتها مره. ما شاء الله فيها كل حاجه برضو. فيها جوه برضو مدرسة، وحدة صحية، مجمع محاكم، اسمع ان في مجمع محاكم يعني، اسمه دوت، في جوه سجن، اسمع برضو ان في حد جه افتتحه او حاجة. فتحسوا برضو ان جوه الدنيا عمار شوية. يعني مش عشان اخر الدنيا فمقطوعه، لا، جوه مكتفين بنفسهم يعني. في جوه ما شاء الله سوبر ماركتات، ويعني ايه يعني مظبطينهم يعني هم عارفين تأقلموا جوه يعني. قصدي ان مثلا لو انت استلمتوا في 290 فدان اكيد مش هتمشوا المسافه دي كلها عشان تروحوا 120 فدان عشان تشتروا منها. لا، هتلاقوا هنا برضو يعني ايه، في كل حاجه. بصوا الطلعه ديت بتطلعكم برضو مكتوب عليها طلعه النرجس. بصوا بقى هنا ما شاء الله، بصوا العماير يمين وشمال مبنيه. بصوا اللي على ايد اليمين دوت اللي هو زي مركز طبي او وحده صحيه بتاعت ال 290 فدان. تمام. عايزه اقول لكم برده 120 فيها مركز طبي وفيها كنيسه بس من ورا شويه، مش على الطريق العمومي يعني. بصوا اليافطه السودا ديت بتاعت الاسم، بس هو الاسم في اخر الشارع ده بقى على طول. بصوا بقى هنا في زي سوبر ماركت كده اسمه العابد، ما شاء الله يعني مشهور جدا، والناس كتير يعني بتبقى واخداه علامه. يعني مثلا يقول لك انا واقف مثلا مستنيك عند العابد ده مشهور جدا هنا. فبصوا بقى يعني انا عايزه اقول لكم يعني شوفين برضو عربيات، في اطفال ماشيه، في اولياء امور ماشيه. الموضوع مش صحرا يعني زي ما انتم متخيلين، او الحياه معدومه فيها، لا، الموضوع كويس، واللي عايز يجي ياخد الخطوه ياخدها. بالذات ان اكتريه الناس اللي عايزه تيجي تقعد دول قاعدين في ايجارات وخايفين ان هم ايه، يسيبوا يعني ايه يجوا يقعدوا في الطل او الصحراء، ومثلا عندهم مدارس او كده. لا، هنا في مدارس، في كل حاجه تتخيلوها موجوده. في وحدات صحيه بتتعمل الاشهر الاطفال. يعني انا طعمت بنتي تطعيم 9 شهور هنا برضو في الوحده اللي هنا دي. عايزه اقول لكم نضيفه جدا وكويسه جدا، وكل حاجه موجوده يعني، مش هتعطلوا على حاجه لما تكونوا محتاجينها قصدي يعني. بس كده. بصوا المدرسه ديت مدرسه كانت على ايد اليمين برضه في ال 290 فدان، تقريبا اسمها تحيا مصر، او انا مش متذكره قوي، او انا ما لقيتش يافطه ليها مش عارفه اسمها ايه بالظبط. بصوا احنا كده نفضل ماشيين، يعني كان في ظهري دار مصر، وتفضلوا ماشيين في الطريق طوالي لحد ما يعتبر هتعدوا بقى على ال50 وال90 وال120، واحنا خلاص كده في 290. فهتفضلوا ماشيين كده لحد بقى اخر حاجه هتلاقوا في وشكم اللي هو الاسم الجديد اللي هو مركز تاهيل واصلاح ده. تمام. هنخش بقى من جنب الاسم كده شمال، هتلاقي جوه بقى في حاجة اسمها مجمع محاكم. عايزه اقول لكم المكان هنا حلو، وان شاء الله يعني ليه مستقبل كويس جدا. ان هم ما شاء الله هنا بيفتحوا مولات، نوادي، مدارس، حضانات. هنا فاتحين اهوت زي سجن او اسم، فاتحين مجمع محاكم. فلا، وفي برضو مول بعد مجمع المحاكم دوت، وبعديه على طول في مول. فيعني في المستقبل ان شاء الله يعني الدنيا هتبقى عمرانة اكتر، وهيبقى الموضوع كويس. بس انا برضو هرجع اقولها لكم، اللي معاه عربية هو اللي هيبقى مرتاح هنا. لو معكوش عربية الموضوع بيبقى شوية تقيل عليكم، بيبقى بس تقيل، بس ان انتوا اي مشوار هتنزلوه مثلا تنزلوا بدري مثلا حبة، يعني مثلا ربع ساعة او نص ساعة بدري، لان مش هتنزلوا على طول تلاقوا المواصلات او الميكروباص او الاتوبيس واقف مستنيكم. انما غير كده الدنيا كلها تمام. بصوا ده المول اللي قصدي عليه، ما شاء الله مول كبير. يعني انا متخيله في المستقبل باذن الله ان شاء الله يعني الوضع هيختلف، هتبقى حيوي، وهتبقى منطقه ايه كويسه يعني، وهاديه في نفس الوقت، وفيها كل الخدمات. اللي على ايد الشمال دوت اللي هو حمام سباحه، اللي هو في مركز شباب تقريبا او نادي، في حمام سباحه يعني، وايه وكويس يعني من جوه برضه. بصوا انا كده بقى خلاص بلف، وعشان يعني ايه نطلع خلاص يعني هاخد اللفه ديت،
وهنطلع على يعني نفس الطريق اللي احنا جينا منه، اللي هو الطريق العمومي ده. احنا خلاص راجعين، احنا كده وصلنا لحد اخر الاسكان، وهناخد اللفه ديت وهنرجع بقى ايه اكننا رايحين على دار مصر، طالعين على الاستراد تاني مروحين. فاهمين قصدي؟ يعني انتوا لو جايين من بره من على الاستراد هتخشوا تاخدوا الشارع كله بطوله، هتلفوا من اللفه ديت وهترجعوا تاني. بصوا النخل اللي هو الصناعي ده، النخل دوت دي مش نخل دوت، اللي هو الشبكات اللي هي اتصالات فودافون الحقيقة، الحاجات دي كلها هنا بيعززوا ما شاء الله الشبكه، لان الشبكه للاسف في اكترية الاماكن هنا يعني ايه الشبكه وحشه، فبداوا يعملوا كل مكان كده او كل منطقه يعملوا فيها الشبكات ديت عشان خاطر الشبكه يعني تتحسن وتبقى احسن. تمام. بصوا كده في الصينيه دي بعد ما تلفوها، في هنا موقف اتوبيس، في زي كشك كده، او اللي هو كشك اللي هو تقريبا بتاع امان او حاجه زي كده. فال290 برضو فدان يعني عمار وامان برضو، ما تقلقوش يعني منها وكده. بصوا بقى هنا انا خلاص كده كنت خلصنا اللفه يعني، وخلاص طالعين بقى على الطريق اللي هو العمومي اللي هو هيرجعنا تاني لحد بره لحد الاستراد. تمام كده. بس فهو ديت المنطقه كلها، وعايزه اقول لكم الدنيا امان، ما تخافوش من حاجه، واللي ناوي ان شاء الله يجي بالسلامه باذن الله. وعايزاكم بقى تحطوا لي لايك والاشتراك، ويعني تشجعوني كده. واي حد محتاج اي سؤال او عايز اصور في اي مكان او حاجه زي كده، وانا مثلا بجيب حاجه من تحت البيت والمكان قريب مني، هروح اصور لكم يعني ايه على طول. فاي حد عايز يسال اي سؤال انا معاكم في الكومنتات برضو، وان شاء الله كل الناس تسلم على خير، وكل الناس تنقل على خير باذن الله، ويبقى كده يعني تبقى شقة مباركة عليكم، وتبقى سكن العمر يعني ان شاء الله. بس يعني ما تقلقوش من حاجة، الدنيا هنا عمار وامان، وفي كل اللي انتم محتاجينه، مش هتحتاجوا ان انتم مثلا تجيبوا حاجة ايه من بره او كده او تبقوا مقلقين. بس فعلى خير بقى ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.